بنت سألتني عن حاجة بخصوص ان انا ما كنتش اتكلمت ابدا عن مجال الشغل بتاعي، ولا كنت جبت سيرة اصلا شغلي ولا اي حاجة، ولكن كنت شغالة في مجال تاني خالص، وفجأة بدأت اظهر بشغل جديد، بمجال جديد، بحاجة جديدة اصلا ما كانتش موجودة ولا اتكلمت عنها قبل كده. فكانت بنت بتقول لي: هو انت ازاي، انت كنت فين وبقيتي فين، او كنت بتعملي ايه وبقيتي بتعملي ايه، او ده ايه اللي دخلك في الموضوع ده اصلا؟ بص يا بنات، مش معنى ان البني ادم ساكت والبني ادم جواه طموح وجواه احلام كتير ان هو ساكت يبقى الحاجه دي مش موجوده، او الحاجه دي ده تقليل منها، او الحاجه دي مثلا انا شغاله فيها بس مش قادره اعملها وساكت عشان انا مش قادره اعملها. لا، سكوتي كانت عشان ممكن ما كانش وقتها. تمام، لسه ما جاش وقتها. انت ما تعرفش ان البني ادم ده بيعدي عليه نوبات عامله ازاي، على ان الطموح دي جواه وهو كاتمها. انت مش متخيل مدى الالم والخنقه والعذاب اللي بيبقى فيه، والتشتت والضياع واحساس الخنقه اللي بيبقى فيه، ان هو ساكت عن احلامه، مش عارف يحقق ولا عارف يتحرك. عارفين البني ادم اللي بيبقى جواه طاقه كبيره جدا جدا جدا، ولكن متأيد بكل القيود اللي في الدنيا. تتخيلي اي قيود كده هو متأيد بيها، ولكن جواه طاقه، حاسس ان هو عايز يكسر الدنيا، ولكن في كل حاجه فيه متأيده. تمام، اللي شغال منه بس او اللي حر منه هو عقله، اللي مسوحه، اللي مدخله في 500 ألف حوار. تمام، أكيد في بنات شبهي في الموضوع ده. تعدد شغف بقى وحوارات كتير جواكي، طاقة يعني مش ما بتخلصش. تمام، بس الفكرة ان انت بتحبي مجال معين وعايزة تطلعيها فيه وتنطلقي، لكن مفيش فرصة، ولا في إمكانية، ولا في وقت، ولا في مساحة أصلا. تمام، مفيش حاجة في حياتك تسمح لك بحاجة زي كده، فمتأيدة ومكبوتة، عاملة زي كده بالظبط، حد ماسكك وعامل فيكي كده. فهتتخرجي امتى، ولا تطلعي الطاقة دي امتى، ولا تتنفسي امتى؟ كل ما تحسي او كل ما تشوفي ناس بدأت في مجالك واشتغلت ونجحت وربنا وفقها، انت حاسة ان انت متأيدة. طب انا هطلع امتى؟ طب انا هشتغل امتى؟ مش تقليل منهم ابدا خالص، ولا استكتار عليهم، بالعكس الحمد لله. الفكره ان انت بتقولي: طب انا فين مجالي، انا محتاجه ابدا، انا كمان محتاجه اشتغل. انت هتبداي امتى؟ انت ساكته ليه؟ تقعدي تجلدي في نفسك، تجلدي في نفسك، انت ساكته ليه؟ انت جواكي حاجات، طب انت عارفه انت عايزه ايه وهتعملي ايه؟ طب ايه اللي مسكتك؟ طيب تدخلي في دايره اكتئاب. لما بيجي عليكي نوبات ساعات تحسي ان انت لا خلاص بقى، خلاص نتخلى بقى عن كل ده ونسلم الامر ربنا بقى، وننسى وندفن الاحلام دي جوانا وكأن شيئا لم يكن. بس مش هتقدري. تمام، مجرد ما تقولي لنفسك كده وتعملي كده شويه، مجرد ما يجي حاجه بس كده تلاقي النار دي قدت تاني لوحدها بدون مجهود منك اصلا. سبحان الله. عارفين مقولة اللي هو إذا أردت شيئا بقوة فاطلق سراحه؟ أنا عملت كده. انا كنت من كتر ما انا حابه المجال وبحبه جدا وشغفي من منذ الطفوله، يعني حاجات انت بتحبيها بقالك سنين ودخلتي فيها تدريجيا 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 لحد ما فهمتي كل حاجه وبداتي بقى حابه المجال وهتدخلي. فجاه كل الضوابط والروابط والقيود اللي في الدنيا كلها وقفت عليك، كانت رايحه فين؟ جاي مكانك تاني، فاضطريتي انك تقفي. اخترعتي حاجة عشان تساعدك انك تدخلي في الحاجة دي ماديا مثلا، لقيتي ان الحاجة اللي اخترعتيها بقت محتاجة مادية اكتر، وسحلتك انت كمان، وخدت مجهودك وطاقتك وفلوسك. خلاص ما بقاش في فرصة، بقى في قيد تالت، بقى في قيد اساسي، بقى في قيد جديد. تمام، في مسؤولية جديدة جدت عليكي وقيدتك اكتر. شفت الفكرة؟ فساعتها بقى بتبقي مش عارفه تعملي ايه. طب خلاص بقى بيجيلك عليكي نوبات جلد ذات احيانا، خنقه واحباط احيانا، اكتئاب كتير جدا، تأنيب ضمير وخنقه، وتحسي انك مش طايقه اصلا، هتكرهي بقى المجال اللي انت فيه والشغل اللي انت فيه، لا ترجعي تاني. المرمطه والبهدله اللي انت بتشوفيها تقولي مثلا ده مش شغلي، ده مش مكاني، تسخطي. تمام، لا، كل حاجه من دي بدأتي مثلا الحاجات زي كده يجيلك احساس فيها، فوقي ورجعي تاني. انت بتحبي اللي انت بتعمليه، انت مختاراه، محدش غصبك عليه، انت عارفه انت بتعملي ايه. ممكن ما تعرفيش الخير فين او ما تعرفيش الوقت لصالح مين. تمام، المده اللي شغال او المسافه او الوقت الطويل اللي انت فيه ده، او الوقت اللي بيضيع ده، ما انتش عارفه ممكن لصالحك. تمام، انا نفس الفكره.
تمام. فضلت شغالة سنة شغالة في مجال مش مجالي، عادي أنا افتكرته عشان يوفر لي فلوس أبدأ أخش في مجالي، فسحلني وخد الفلوس اللي معايا وخدني. تمام. فساعتها قلت خلاص بقى، ما استسلمت كده بيني وبين نفسي، مش استسلام تام يعني، قلت خلاص سلمت الأمر لله، قلت مش مشكلة، هعمل ايه، مش مشكلة، ما يمكن الخير هنا. تمام. ما ساعتها بيجيلك إحساس كده تقولي ما يمكن الخير هنا، ما انا ما اعرفش الخير فين، ما يمكن لو دخلت المجال ده وما يبقاش فيه خير، ولا يبقى فيه نجاح، ولا يبقى فيه اي حاجه تستفيدي منها. فممكن ربنا كاتب لك المجال ده وكاتب لك السبب انك تخشي هنا عشان تنجحي ويبقى لك كيان و تاخدي بالاسباب. اخدتي بيها وسكت، قلت يمكن، الله اعلم الخير فين. خلاص اديته تركيزي، والله حرفيا بقيت في الصراع. تقولي انا ايه، فين انا، بعمل ايه، طب ايه اللي انا بعمله، طب انا المفروض اكون هنا ولا هناك، طب في تشتت، مش عارفه تروحي فين، طب تعملي ايه، طب لو استمريتي حاسه انك بتبعدي عن مسارك الاساسي او مجالك اصلا انت بتحلمي بيه، او المكان ده بياخدك ومش هتبقي موجوده بقى خلاص شكرا، تحسي ان انت بيبقى فيه زي معادله، زي مساومه جواكي، يا تسيبي ده يا تاخدي ده، يا تسيبي ده يا تاخدي ده. طب انا لا ينفع اسيب ده ولا ينفع اخد ده دلوقتي. فاهمين الصراعات دي؟ حرفيا الواحد بيبقى حاسس ان هو بيتقطع من جوه. انا عديت بده، ممكن يكون باين في الفيديوهات تحت، في فيديوهات كده وشي فيها شاحب ومفيش فيه ضرر، وحاسه ان انا هعيط في الفيديوهات من كتر الضغط والتشتت اللي انا فيه والخنقه اللي انا فيها والاحباط اللي انا فيه. فبقول محدش عارف الخير فين، مش مشكله، لحد ما فجأة سلمت الأمر لله ونسيت الموضوع، خلاص نسيته، قلت لا خلاص مفيش مشكلة، كملي، يمكن هنا الخير. فجأة الموضوع طرقع في دماغي كده مرة واحدة، صحي تاني، يا ربي وانت كل شوية تصحى وتنام، تصحى وتنام، يا تموت يا ترحمنا. فجأة صحي بجد، ويلا يلا يلا يلا. فجأة لقيت الموضوع جاي وبدون عواقب وبدون صراعات ومفيش مشاكل ومفيش اي حاجة. ماشي، طب ماشي، راح اعملي اللي انت عايزاه، بس تكوني مسؤولة وقادرة وتقدري يعني تشوفي المسؤولية اللي وراكي وما تأثريش في حاجة، بس كده. حاضر. وعلى فكرة الموضوع مش سهل، مش معنى انك وصلتي اللي انت بتحلمي بيه او هتبدأي اللي انت بتحلمي بيه يبقى انت وصلتي لأحلامك اصلا، بالعكس. انا كان ليا فيديو قبل كده فبقول لك ما تزعليش لما حلمك اتأخر عليكي، لان لو جه ممكن ما تقدريش تحافظي عليه اصلا وما تبقيش قده. فاتأكدي او بصي حواليكي كده، شوفي اسألي نفسك هو الوقت مناسب ان حلمي يجي وابدا اشتغل وانميه واكبره، لان الاهم ان انا امسك حلمي بايدي او اوصل له ان انا احافظ عليه. سوري في الكاميرا اللي عماله تتمرجح دي، لان انا ماسكه الفون بايدي، جه في دماغي شويه كلام كده فقلنا نتكلم فيه سوا. قبل ما الحلم يجيلك، قبل ما تقولي الحلم لسه ما جاش واتاخر عليا او احلامي اتاخرت او مش عارفه احقق حاجه، اسالي نفسك الاول ايه سبب تاخيرها، ربنا سبحانه وتعالى بيأخرها عنك ليه؟ لما تجيلك هتقدري تحافظي عليها؟ انت قد ده؟ جاوبي نفسك على السؤال ده من واقع حواليكي، ما تسأليش بس من وجهة نظرك انت او من مشاعرك الداخلية، من دعوه بالمشاعر دلوقتي خالص، احنا بنتكلم بالمنطق وبالعقل. لو حلمك جالك هتقدري تحافظي عليه؟ انا وقت ما كنت عاوزاه قوي وبتألم وموجوعة جدا ومش قادرة اتخيل ان انا هسيب احلامي كلها وكل تعبي يروح في الفاضي، واللي انا شفته كل ده واللي سهرته كل ده وكل سنين تعب وسهر ومذاكرة كل ده راح. فلا، ما يمكن رب، كل تأخيرة وفيها خير، فعلا كل تأخيرة وفيها خير. وسلمت الأمر لربنا، فجأة لقيت الموضوع جاي لوحده، ويلا نبدأ بدون ترتيبات بدون حسابات بدون أي حاجة، بس تكلفة مادية، مدخرات، تمام. فتمام، انت عارفة انت هتشتغلي ازاي وتبدأي تعملي ايه وتقدري توفري او تقدري ترجعي المدخرات اللي انت خدتيها، تمام. الفكرة بقى فين؟ الأهم من كل ده، الفكرة فين؟ الفكرة في إن الحلم جالي اللي أنا كنت بحلم بيه، تمام. الأحلام حاجة والنظري حاجة، والأحلام والنظري والحاجات اللي هي اليقظة وأحلام اليقظة كل ده حاجة، والتطبيق على أرض الواقع حاجة تانية، حاجة تانية أبدا. مش هتحسي ولا هتفهمي
طبيعة إحساسك وخوفك، تمام، ورعشة إيدك دي ولا هتفهمي إحساسها إلا لما تبدأي تدخلي في المجال نفسه، تمام. رعشة إيدك دي محدش هيقومها غيرك، محدش هيساعدك تتخطيها إلا أنتي. خوفك وتوترك من أول كل حاجة بتعمليها محدش هيقدر يتخطاه ولا يعينك عليه إلا أنتي. هو ده بقى فكرة العزيمة أو القوة أو الشجاعة، إنك تشتغلي وتدخلي في اللي أنت بتحلمي بيه أو اللي أنت عايزة تعمليه برغم خوفك. في ناس بتقول أنا خايفة أبدأ، ما طبيعي إن إحنا كلنا بنخاف. الفكرة فين؟ الفكرة في تخطيكي للخوف ده. هتبدأي رغم إن أنت خايفة، كلنا بنخاف. أنا بفتكر أول ماسكة ليا للدرمبان كانت إيدي بترتعش، صوابع إيدي حاسة إن فيها فايبريشن، إيدي بترتعش حرفيا، وكل ذرة فيا خايفة، حاسة بتوتر، مع إن أنا فاهمة كل حاجة وتمام مفيش أي مشكلة ومش بشتغل على عمياني كده ولا كل حاجة ولا بتخبيط، لا أنت فاهمة. ولكن الرهبة نفسها، رهبة السيشن نفسه ليها تأثير عليكي. الفكرة في إنك تتخطي الرهبة دي وتهدي، تتحكمي في أعصابك، ما تخليش خوفك يأثر على تركيزك في الجلسة. كل ده محدش هيساعدك فيه. إن حد ساعدك في الحلم أو في الفلوس، في تحقيق الهدف أو في فلوس أو في أي حاجة، خوفك أو رهبتك من الموقف نفسه محدش هيساعدك تتخطيها أبدا. انت اللي لازم يكون قلبك جامد وتتحركي رغم ان انت خايفة. انا اول بصي هي بتبقى لحظة، يا يا لا، يا تكملي برغم انك خايفة، يا تقولي لا خلاص مش هشتغل عشان انا خايفة. هنا الفيصل. اول ماسكة ليا للدرمبان انا حسيت اول ما مسكت القلم ببص على ايدي، انا عايزة اشتغل ولكن جسمي بيقول لي ان هو خايف، لكن عقلي في حتة تانية، انا هشتغل، انا هشتغل، ولكن جسمي بقى واعصابي ومشاعري في حتة لوحدها. الفكرة فين؟ هي لحظة كده بتستجمعي نفسك، تقولي بس خلاص في ايه، انت فاهمة كل حاجة وعارفة كل حاجة، يلا ابدأي. هنا الفكرة. وانا زي لحظة كده مهزوزة وخايفة، لا يلا احنا هنعمل ايه. اول حاجة حتى لو انت حاسة انك مش مجمعة كأفكارك، اتكلمي بصوت عالي، سمعي نفسك، مخك بيسمع للصوت العالي. انا ساعات ببقى مخي من كتر الدوشه اللي فيه مش مركز هو يعمل ايه ولا مجمع اللي هو عاوز يعمله، قول بس اهدى اهدى، بكلمه كاني بكلم شخص قدامي، اهدى اهدى، يلا اعمل كذا الاول، اعمل كذا، خايف من ايه ما تقلقش، يلا احنا عارفين احنا هنعمل ايه، الاول كذا، التاني كذا، بعد كده كذا، بس استجمعي نفسك. فما تستعجليش على اي حاجه انت عايزه تحققيها او اي هدف انت بتسعي له. كل حاجه بتيجي في وقتها، احنا بنسعى، كل اللي علينا السعي ومش التسويف ابدا. فما تفكريش ان انت مثلا عشان انا يعني هسعى وان انا استنى ربنا هيجيب لي كل الاحلامي واهدافي قدام عيني، لا مفيش حاجه اسمها كده. احنا بنسعى وبنجتهد، النتيجه بتاعت ربنا، النتيجه مش بتاعتنا، النتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، هو بيبعتها لك في وقتها. طول ما انت يعني نقولها بس كده بالمعنى البلدي، انت نيتك سليمه، تمام، مبدأك الاول والاخير في حياتك ارضاء ربنا سبحانه وتعالى، ما تخلفيش ضميرك ابدا في اي مهنه انت بتعمليها، عشان كل حاجه حوالينا فيها الغلط وفيها الكويس، فيها الوحش وفيها الحلو، تمام. انا ابقى عارفه انا بشتغل بعمل ايه، انا بتقي الله قبل اي شيء، فخايفه من ايه؟ انت بتتقي ربنا وخايفه منه، فاعتبر انت في رعايته، خلاص شكرا. هو عارف ان انت بتخافي منه فمش هيضرك، انت بتخافي من ربنا وبتعملي حساب في اي حاجه بتعمليها، يبقى ما تقلقيش من حاجه، انت عامله حساب، هو مش هي تكوني في رعايته بقى ويرزقك ويحقق لك اللي انت بتحلمي بيه. ما تقلقيش، كل احلامك جايه، بس استني الوقت المناسب. طيب انا مثلا لما حلمي بدأ يتنفذ وجاي، هل معنى كده ان انا شكرا خلاص كده بقى يلا هي لعبت؟ لا، ده التحدي بقى اصعب، والاجتهاد بقى اكتر، والسعي بقى اكبر، والطريق بقى اطول. انتي وصلتي؟ طيب انتي بقى عايزه تعملي ايه؟ انتي لسه بتبدأي نقطه ومن اول السطر، انتي عايزه تعملي ايه؟ عايزه تثبتي ايه؟ عايزه توصلي لايه؟ انتي لسه بتقولي يا هادي من اول الف، لسه بتكتبي كده الف باء تاء. انت كنت بتتعلمي نظر، بدأت تطبقي عملي بقى،
فاللي انتي بتحلمي بيه لما توصلي له ما تفكريش ان الموضوع هيكون بعد كده سهل عليكي. بعد كده انتي اللي هتنزلي الملعب لوحدك، والمواجهة او الهروب قرار انتي اللي هتاخديه.